الشيطان بيتقهر ويموت نفسه عياط بسببك انت. عارف ليه؟ لما تقرا في القرآن تعدي بسجدة التلاوة وتنزل تسجد لربنا الشيطان بيموت. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي، يعني يا حزني يا هلاكي، ويفتكر أول معصية عملها لما ربنا سبحانه وتعالى أمره يسجد لسيدنا آدم فاستكبر ورفض يسجد، ويقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. الشيطان بيتحسر 3 مرات، مرة إنه فشل في محاولته إن يخليك تعمل معصية، والحسرة التانية لما يفتكر المعصية اللي عملها لما رفض يسجد لسيدنا آدم وتكبر على أوامر ربنا، والمرة التالتة إن بني آدم اللي هو الإنسان هيدخل الجنة لأنه سجد لربنا. الشيطان محكوم عليه بالطرد من رحمة ربنا. كل سجدة انت هتسجدها لربنا سبحانه وتعالى هترفعك درجة في الجنة وهتمسح عنك خطيئة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة. ركز معايا بقى كده على كلمة خطيئة. انت عارف يعني ايه خطيئة؟ يعني مصيبة سودة انت عملتها وكنت مخطط ليها وعارف انها حرام، صممت تعملها وعملتها فعلا. تخيل ان في سجدة واحدة لربنا يشيل المصيبة دي عنك. قد ايه رحمة ربنا عظيمة ببني آدم. وكمان السجدة دي بترفعك درجة في الجنة. تعرف يعني ايه درجة؟ تخيل كده معايا درجة بكل أنواع النعيم فيها بكسورها وأنهارها، درجة أعظم من درجة انت كنت أقل فيها من شوية، درجة قبل ما تسجد السجدة دي. ما تستخسرش في نفسك سجدة، يمكن السجدة دي شكلها بسيط بس عند ربنا عظيمة بتوجع الشيطان قوي. ما تنساش تصلي على النبي. لو عجبتك الحلقة لايك واشتراك.